ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وحضراتكم طيبين. النهارده في الفيديو بتاعنا هنعمل طريقه عمل الترمس الحلو السريع، وفعلا هنعمله في اسرع وقت. وازاي تكليف في 6 ساعات بس هيكون جاهز ومن غير ما يكون فيه اي مراره او طعمه متغير. تابعي الفيديو كده للنهايه وهتعرفي الترمس معمول ازاي. لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك واعملي اشتراك في القناه وفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. معايا هنا نص كيلو من الترمس الحلو. انقيه كويس جدا من الشوائب وبعدين احطه كده في بوله واشطفه كويس جدا بالميه علشان منعا لوجود اي اتربه فيه. هشطفه كده وهصفي عليه من عليه الميه، وبعدين احطه في البوله تاني وازود عليه الميه. اخلي الميه تبقى مغطياه عاليه جدا عليه علشان هيشرب الميه. اسيبه كده بقى 3 ساعات منقوع ومتغطي. بعد ال3 ساعات هشيل الغطا من عليه هلاقيه شرب الميه والحبايه نفشت جدا. هصفي الميه بقى من عليه وبعدين احطه في حله على النار وبعدين هزود ميه نضيفه عليه. احطه على النار يغلي من ساعه لساعه ونص، وبعدين هسيبه في الميه بتاعته كده حوالي ربع ساعه وبعدين اصفيها من عليه واشطفه كام شطفه، وبعدين اجيبه اصفي الميه واحطه في العلبه تاني. بعدين اجيب له بقى محلول الملح اللي هو هيتحط فيه. معايا هنا كوبايتين كبار من الميه ومعايا معلقتين من الملح واقلبهم كويس جدا، وبعدين احطهم على الترمس. هسيبه كده في المحلول الملح يعني حوالي ساعتين كمان. بعد الساعتين هتلاقيه جاهز على الاكل. وهنا بقى تغطي العلبة وتحتفظي بيها في التلاجة علشان ما تعملش رغاوي في المية. حتى فرضا لو عملت رغاوي في المية لازم تغير المية عليه بسرعة علشان الترمس ما يتهريش منك. كده بقى الترمس بقى بتاعنا بدأ يكون جاهز للأكل. هنعمل بقى شوية دقة كده علشان ترشيها على الترمس وقت الأكل. هنا معايا بقى هنحط كده طبق، احط معلقه من الكمون، معلقه من البابريكا، معلقه من الشطه، عصره 3 ليمونات، هقلبهم مع بعض كويس جدا. الدقه دي بقى بستخدمها وقت التقديم بس، مش تحطيها في العلبه مع الترمس دايما. طلعي كده بقى بمعلقه ناشفه وما تطلعيش بايدك علشان الترمس طعمه وريحته ما تتغيرش. كده الترمس بتاعي بقى جاهز للاكل، وبالهنا والشفا، ويا رب يكون الفيديو خفيف عليكم ويكون عجبكم، وكل سنه وحضراتكم طيبين. فيديو جديد ان شاء الله.